الفيجه والدرع سيدنا الله ينصرو قال لك ترميم واحد درعه، ترميم واحد درعه راه ضربتوها انتم. الفيجه شكون هما اللي فيها؟ الناس البرجوازيين. الفلاح الصغير يمشي يضرب راسو للحيط. يومين هذه جيت هنا للسيد المدير قلت لي تعطينا هذا مثل، قال لك جيت سولت العساس هنا قال لك اودي راه يعطوا للافراد، راه ما بقاش لا جمعيه ولا تعاونيه. اللي جيت الصباح قلت للسيد المدير هنا الله يجازيك بخير اشنو هو الدور ديال الفلاح الصغير، واش هاد الواحه ما عندها؟ قال لك لا الواحه ما عندهاش، عندها ديال الفيجه. قلت له اعطيني مذكره اللي كتنص بانه الواحه ممنوعه، انا مستعد نهرب بحالاتي. واحد الوقت موجود كاين اللي بغى حتى 400 غرسه ياخذها، واللي قال لك ما قبطوش راه غير ما بغاه. دروك لا ما تيعطيوهش للجمعيات، تيعطيوه للفلاح اللي عنده وفره ماء وتيمشي يلتزم معاهم ويجيب شهاده الاستغلال باللي راه عنده هذاك الفدان. ديك الساعات راه تيقبط الغرس، لان هذا الغرس راه تيتقام بشي 6000 ولا 7000 الغرسه، وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للتوزيع ديال الفسائل النخيل اللي كيقوم به المكتب الجوي في التنميه الفلاحه اللي هو الذات في الاقليم ديال زاكورا، نقدروا نهضروا على جوج الجوانب. كاين جانب ديال الواحه وكاين جانب ديال خارج الواحه. بالنسبه للواحه يعني التحدي الكبير اللي عندنا هو المرض ديال البيوض. دونك فاش كنقولوا المرض ديال البيوض، الا كانت شي انترفونسيون ديال الدوله في هذه الواحات يعني خاص تكون باصناف يعني مقاومه للبيوض ومقاومه للبيض. دونك التدخل ديال مصالح وزاره الفلاحه داخل الواحه كيكون يعني في صنف النجده. دونك فاش كيكون عندنا صنف النجده راه اوتوماتيكمون كنحاولوا اورينتيوه لداخل الواحه باش نديروا الاعاده ديال الهيكله ديالها. دونك هذا هو الجانب الاول، وكيتعلق بتوزيع ديال فسائل مقاومه للبيوض وبالخصوص يعني صنف النجده بطبيعه الحال، بالاضافه الى التنقيه ديال الاعشاش. يعني حتى هذه كتدخل في البرنامج اللي كيهدف لاعاده هيكله الواحه. هذا الجانب ديال الواحه. كاين جانب اخر وهو الجانب خارج الواحه، دوك التوسعات لي زيكستونسيون اور لا بالموري. دونك هنا فاش كيجي التدخل ديالنا كمصالح ديال وزاره الفلاحه في اصناف كتكون حساسه للبيوض. وفاش كنقول الاصناف اللي حساسه ما عندهاش مقاومه للمرض ديال البيوض، دونك المنطق كيفرض يعني اننا ما يمكنش نحطوهم في واحد لو ليو اللي هو الواحه فيه المرض ديال البيوض. دونك هذه الفسائل الحساسه للبيوض وهذه معروفه عند التقنيين ديال الفلاحه ان دوك الاصناف اللي حساسه للبيوض هما الاصناف الجيده. نهضروا على المجهول، نهضروا على الفقوس، نهضروا على بوسكري. هادو لا يعقل ان نحطوهم في واحد لو سيت ولا في واحد لو ليو اللي فيه المرض ديال البيوض. وهذا البرنامج خارج الواحه، كاين مجموعه ديال الاعتبارات اللي كنحاولوا ناخذوها. دابا الزراعات يعني اللي خارج الواحه كثيره، وإلا هضرنا على الخصوص الزراعه ديال الدلاح اللي كلشي كيهضر عليها في الاقليم ديال زاكورا. دونك من بين التوجهات ديالنا الكبرى ان المساحات خارج الواحه، وفاش كنقول خارج الواحه يعني كاين الكوتاكوت. دونك انا نحاولوا ما امكن نحاولوا نشجعوا الزراعات ديال النخيل اللي هي اللي كتميز الظروف المناخيه ولا ديال التربه الاقليم ديال زاكورا. دونك كارقام الا خدينا هي الارقام ديال هاد الثلاث سنوات الاخيره، الارقام اللي عندي كاين شي 40000 ديال النجده دخلات للواحه في 3 سنوات الاخيره 2017 2018. دونك بالنسبه للاصناف الجيده بما فيها الفقوس المجهول وبوسكري في هذه الثلاث سنوات الاخيره، وحنا في البدايه ديال السنه الثالثه يعني 2017 2018 2019 اللي حنا في البدايه ديالها. دونك كاين شي 80000. هذوك ارقام يعني التوجه ماشي يعني الفلاحه ديال الاقليم ما كتقتصرش على الواحه. فيفري كاين الواحه، كاين واحد البرنامج مهم ديال الاعاده ديال الهيكله ديالها، وانما كاين الجانب ديال خارج الواحه. والاشكال الكبير الا قلنا الواحه مطروح لنا المشكل ديال البيوض،
خارج الواحه، مطلوب لنا المشكل ديال ندره الموارد المائيه. دونك سو كي في اننا نحاولوا يعني هذا توجه عندنا كبير، نقننوا المساحه المخصصه للدلاح. كلشي دابا كيهضر على الدلاح، الاستهلاك ديالو الماء. دابا التوجه ديالنا هو نحاولوا نبقاو في واحد المساحه ديال الدلاح مقبوله وما كتجاوزش يعني الاكراهات ديال الماء اللي كاينه في المنطقه. وهنا عندنا واحد البرنامج، يعني هذا برنامج سيتم الشروع فيه ابتداء من هذه السنه من 2019 ديال توزيع اصناف جيده، الفكوس، المجهول، البوسكري، في هاد لي زيكستونسيون، هاد التوسعات اللي مخصصه لزراعات اخرين، وبالخصوص الزراعه ديال الدلاح.